لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قاعد في أمان الله بكتب بعض الأخبار وجاي أقول لك إن الزمالك يلعب بكرة قدام كهرباء الإسماعيلية وفي بعض التفاصيل بخصوص المحترفين وراعي الجديد، وجاي أتكلم في أخبار الزمالك. قابلني خبر وأنا بكتب حلقة النهاردة لمهاجم المنتخب الأردني ياسر النعيمات. كان في أخبار منتشرة إن ياسر النعيمات في مفاوضات بينه وما بين الأهلي. النهارده رسميا ولبرنامج نمبر 1 لكابتن المحترم محمد شبانة، أنا ما شفتش الفيديو لكن اكتر من صفحه موثوقه زي بي سبورت مثلا طلعت واتكلمت عن تصريحات ياسر النعيمات مع محمد شبانة. الراجل اتكلم قال لك ان كل التفاصيل الشخصيه بينه وما بين النادي الاهلي تمت رسمي تمام. يتبقى ايه؟ يتبقى بس التفاوض مع فريق العرب القطري. ياسر النعيمات مش واحد زي اللي هيقيمه. ياسر النعيمات مهاجم كبير، واقولها لك ضربه الموسم ضربه القرن كمان لو ياسر النعيمات ارتدى تيشيرت النادي الاهلي. مفيش خلاف على امكانياته، مفيش خلاف انه اضافه كبيره لاي نادي. ياسر النعيمات المهاجم الاردني مهاجم لا غبار عليه، سفاح بمعنى الكلمه، مشوا وساموا عليه هيجيبوا اللي اسفح منه. عقليه الاهلي بدات تتاخر، بدات تتقدم متاخر، احنا متاخرين، بدات تتقدم ليه؟ مع دخول السلام عليكم القمر الاول معلش، مع دخول الاستاذ المحترم ياسين منصور لمجلس اداره النادي الاهلي عن طريق نائب الرئيس. دلوقتي فلوس ماديه في السماء، طموحات في السماء، قول زي ما انت قول زي ما انت عاوز تقول، انا مش عارف اجيبها لك منين. إيه؟ ماديات في السماء وفلوس في السماء وصفقات في السماء. ياسر النعيمات ده مهاجم سوبر ستار، لو في كلمه اكبر من سوبر فهو السوبر. تسالني على رايي هل الكلام ده صح ولا غلط؟ اقول لك بص يا سيدي، قلت لك مع دخول ياسين منصور طموحات الاهلي بقت في السماء ماشي، والفلوس والماديات بقت في السماء، فلا غبار على حتان. طب ايه رايك في الموضوع ده؟ اقول لك بص يا سيدي، في بعض الحاجات انا كاتبها هنا. الاهلي ممكن يكون هو اتفق فعلا مع ياسر النعيمات على تفاصيله الشخصيه والراجل مش كذاب. خد الكبيره بقى، ممكن يكون الاهلي اصلا هو اللي اتفق مع ياسر النعيمات ان يقول التصاريح دي للضغط على النادي العربي القطري. حاجه اخيره كمان، ما تنساش ان الاهلي حبيب الانديه القطريه، وقطر يشهد. اي لاعب اهلي كان عايز يغوره في 60 دقيقه كان بيودي قطر كان خد بيكسي 6 شهور يلا مع السلامه. مش عارف مين احمد عبد القادر يلا ارجع تاني. فاي مخزن او يعني بيسموها مش عايز اقول لفظ وحش، المهم اي دروب يقع الاهلي فيه يجي موديه على قطر على طول، ما فيش اي كلام. رايي كمان ده ممكن تلاقي الاهلي كمان مش رايي بقى، ده ممكن كمان ده توقع، هتلاقي الاهلي اصلا مخلص مع العربي القطري ومخلص مع ياسر النعيمات كل حاجه. امال ايه بيعمل كده؟ عشان يخلي الصفقه سبايسي ويخلي الصفقه مش هتشطب بمعنى اصح، ان انا بقى اللاعب عاوزني والنادي رافض وانا اشتريت اللاعب وتبقى قصه طويله عريضه. لكن هل الاهلي قريب من ياسر النعيمات؟ الاهلي قريب جدا جدا من ياسر النعيمات. الصفقه هتتم والله اعلم. قلت لك ايه التوقعات؟ ممكن يكون اللاعب بيخلص والاهلي خلص مع العربي القطري بس عاوز يعمل سسبنس للصفقه. الاهلي مخلص مع اللاعب والعربي القطري مزمزق. الاهلي بيحاول يضغط على العربي القطري من البدايه. الاهلي بدا يبقى عنده فن اداره كويس ودي حاجه تحسب له. التفاصيل اتغيرت وده ان دل فيدل على قوه الاهلي الشرائيه والتخطيطيه، عشان برضه ندي كل واحد حقه. وانا مش هطبل للاهلي، انا بقول الحقيقه ياسر النعيمات لعيب كبير جدا وده يزعلك كزمالك. ليه؟ لان انت اصلا في الصيف ده كنت قريب من لاعبين كويسين زي كريم البركاوي، لكن لاعب ازاي كان قريب منه وفي الاخر ما جبناش مش عارف مين. رحت جبت شيكو بنز. قبلها كنت انت قريب من عمر خربيل ورحت جبت لي مش عارف كان مين يا ربي، عمر فرج. صفقات الزمالك الاجانب واحده بتظبط تخلي الدنيا كلها مشطشط عليك، واللاعب بيجي له عقود مدينه بحالها و100 صفقه تلبسك في 100 قضيه. لكن ما علينا، سيبك من خبر ياسر النعيمات لانه مش هيفيدنا قوي، لكن حبيت اتكلم ان الاهلي هيفجر في الصفقات بعد كده. فبعد كده المنافسه تبقى صعبه، المنافسه كانت القوه الشرائيه قلتها قبل كده هتبقى بين الاهلي وبيراميدز، انت تطلع بره الموضوع خالص لو ما حلتش مشاكلك الكبيره الفتره الجايه. الزمالك عنده ماتش بكره قدام كهرباء الاسماعيليه، ودي حاجه تخليك كاحمد عبد الرؤوف تجرب اللاعيبه اللي ما بتلعبش وتجرب طرق لعب جديده وتجرب لاعبين شباب تقدر تجيب منهم والله يمسيه بالخير ميدو طلع لنا اوباما ومصطفى فتحي. فدي فرصه كويسه انك تطلع لعيبه كويسه، وفي ناس في يعني لعيبه صغيره في الناشئين بيقول عليهم مواهب كويسه، خلينا نتفرج بقى. هتقعدهم على الدكه وتلعب بالاحتياط اللي عندك والله هتبقى بالنسبه لي محروق. المهم
وزير الشباب والرياضه النهارده، عشان اقول لك قبل كده ان في تصريحات متضاربه بين وزير الشباب والرياضه ووزير الاسكان تبقى تصدقني. وزير الشباب والرياضه طلع يتكلم النهارده مع سيد علي وقال ان في قرار هيتاخد بعد اسبوع. طب وزير الاسكان كان هناك امبارح مع عمرو اديب بيقول لك المشكله تتحل من خلال 3 ل 6 شهور. النهارده في حاجات متضاربه. الاهلاوي المحترم اللي علالي وقال لي انت عايش في دور مظلوميه وقال لك ان الزمالك مش عارف عمل ايه في المباني وعدى المده القانونيه، وانا قلت لك قبل كده في القناه القديمه ان الزمالك كان عنده ورقه من رئاسه الجمهوريه، مستشار رئيس الجمهوريه بان موقف الزمالك صحيح، والورقه دي متغاضى عنها من وزير الشباب والرياضه ومن وزير الاسكان. ليه؟ الله اعلم. زي ما عمرو دي قالها بكره يباني هنا الداغي اللي بقى الارض دي حد حاطط عليها الدوله تاخدها كله هيبان، الزمالك غلطان كله هيبان، وهتعرف ساعتها ان الزمالك لو خلي بالك ده في نقطه خطيره جدا محدش واخد باله منها. والله لو الارض طلعت من حق الزمالك يبقى في حد كان متعمد تعطيل نادي الزمالك. ما فهمهاش الا كده. يا باشا الدوله ردت او وزير الشباب والرياضه رد او وزير الاسكان رد وقال لك الزمالك غلطان بسبب 1 2 3 4 والزمالك ما ردش، سيبوه لنا احنا مجلس الاداره. لكن لو طلع ان الزمالك موقفه سليم يبقى حد متعمد ايقاع نادي الزمالك. مالهاش حل الا كده. ورد عليا في الكومنتات بقى في حته ثانيه، يا اللي كنت معلقها لي رد عليا، مش عامل لي فيها فليطه رد عليا. تعالى بقى بص، كلمتك امبارح عن مجلس المليونيرات وكلمتك ان مجلس الاداره عنده ناس معاها مليارات. النهارده في كلام وتقارير صحفيه بتاكد ان هاني بيرزي عضو مجلس الاداره تبرع نادي الزمالك بحوالي 20 مليون جنيه. الفلوس ال 20 مليون جنيه دي اصلا فلوس رعايه، ده المعلومه اللي عندي. ليه؟ لان الراجل يمتلك شركه اديدا وشركه مولتو وراجل موجود في السوق المحلي كلنا عارفينه. لكن في 25 مليون قبل كده فعلا هو تبرعهم، لكن ال 20 مليون دول المعلومه اللي عندي انها رعايه. تسالني ده موضوع صح ولا اقول لك صح. ليه؟ الراجل هيستفيد بان شركته سواء اديتا او مولتو على نادي الزمالك في سواء رعايه سواء مصلحه في اي حاجه تقديم صفقات، وهو والنادي استفاد بفلوس. المفروض بقى هشام نصر، حسين لبيبي، محمود الجمال، الناس دي كلها بقى تدفع فلوس ويحصل تكاتف في مجلس الاداره. ما هو انت النهارده لو ما عملتش كده انت اكتر واحد هتنضر وهتضر جماهيرك. والحمد لله اقول لك بقى حتى لو دي فدي مشكله مسكنات. هاني بيرز دي مشكله مسكنات. لكن النهارده في كلام ان الزمالك هيبقى عنده بكره او بعد او خلال الاسبوع ده راعي جديد، ده الراعي السابع لنادي الزمالك. فده هيساعد نادي الزمالك انه يضخ فلوس للنادي. كانت فين بقى تشغيل الدماغ ده من زمان؟ في كلام ان نادي الزمالك كمان عنده عاوز ينشئ فرع جديد لنادي الزمالك في اسيوط. فده ان دل فيدل ان نادي الزمالك بيحاول يدور على مخرج تمام للمشاكل الماليه. فلوس هاني بيرز اللي تبرع بيها دي هتبقى فلوس حل مشكله مستحقات لاعيبه الزمالك الاجنبيه، عشان خاطر الزمالك ما يفسخش لعيبه العقود ويطالب نادي الزمالك بالعقد الكامل. طب كان فين الحلول دي؟ وصلاح الدين مصدق موجود، ما ده فشل برضه مجلس الاداره. هو انت تفتكر ان انا يا ابني مش هطبل؟ انا هنا ما بطبلش لحد، انا بقول الحقيقه. انا قاعد على الارض اهو وعلى الكنبه بتاعتي بقول ما يلد وطاب، اللي انا عاوزه كله هقوله وبما يرضي الله. يعني الحته دي فين؟ المفروض بقى ان صلاح الدين مصدق لسه ما رضاش لاي حد. حاول تنقذ المصيبه دي وترجعه تاني وتعرف تبيعه او تصرفه في يناير. عندك بعض اللعيبه اللي مخليه نزلك عليه اعباء ماليه، اعباء ماليه. سيف فاروق جعفر، سيف الدين الجزيري اللي مش راضي يشتري الزمالك لحد النهارده مش عارف ليه، عمر فارق تخلص موضوعه وتبيعه. الناس دي لازم تشوف لها ايه تصريفها. زي ما شفت موضوع الجفالي ومشيته الدوري السعودي عرض نيه البيع، انت النهارده كمان تشوف له تصريفها اللعيبه كلها وتمشيها. انا بقول لك معلومه عندي ان موضوع القيد الزمالك غصب عنه هيخلص. الزمالك مش هيجيب مش هيجازف يكمل الموسم بالصفقات التعبانه اللي عنده. اللهم بلغت اللهم فشهد. عاوزك بقى تقول لي رايك في موضوع هل الاهلي هيخلص موضوع زي النعيمات؟ رايك في تصريحات وزير الشباب والرياضه وزير الاسكان المتناقضه؟ عشان الاهلاوي اللي قلت لك خش رد عليا مخصوص في الفيديو ده. وخلينا نتفرج بكره على ماتش مصر والاردن، وعندنا ماتش مهم قدام كوارث اسماعيليه، مش مهم قوي لانه في كاس عاصمه مصر، لكن مهم انك تشوف لعيبه زي باون اوشنج وتشوف لعيبه جديده في الزمالك وتشوف اللعيبه الشباب هل تستحق انها تكون موجوده في سكواد الزمالك ولا لا. عايز اقول لك في الكومنتات، ولو انت اول مره تشوفني وعجبتك الحلقه مش تعمل لايك واشترك في زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما عجبتكش حط لك في الكومنتات واقف قدامك محترم، وباذن الله تعالى اشوف حلقه جديده والسلام.